الو. السلام عليكم. ايه محسن، كيفك؟ ايه انا حسن من لبنان. ايه انا ان شاء الله اليوم جاي على ايران. سلام. حسن حبيبي، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك بإيران. لا، ما اتفقنا هيك. لازم تحكي معي فارسي من اول وصولي على ايران. طيب، سلام، حال شما چطور است؟ به ایران خوش آمدید. فرشته ها از آسمان می آیند. طيب انا تقريبا فهمتهم، جيد. بس فينا نرجع نعيدهم مره ثانيه. ايه طبعا، فكرة حلوة. اكتب لنا اياهم على اللوح بس معروف. لا، شو طلع على هونيك. شو في هون؟ عم بقول لك طلع على هونيك. مش خلصنا من الشغلات هيدا. این مهم نیست. مهم اینه که تو فارسی یاد بگیری. آفرین. طيب، واحد پول ایران ریال است. این سکه یک ریالی است. واحد پول ایران ریال است. ریال. تومان 10 برابر ریال است. تومان ریال. تومان ریال. تومان 10 برابر ریال است. 10 برابر یعنی چی؟ 10 برابر یعنی 10 اضعاف. 4 عمل اصلی ریاضی یعنی عملیات الحسابية الأربع. 4 عمل اصلی ریاضی. جمع یعنی جمع. جمع. منها یعنی طرح. منها. ضرب یعنی ضرب. ضرب. و تقسیم یعنی القسمه. تقسیم. سکه 10 ریالی مساوی است با 1 تومان. 10 ریال مساوی است با 1 تومان. سکه 50 ریالی مساوی است با 5 تومان. 50 ریال مساوی است با 5 تومان. سکه 100 ریالی مساوی است با 10 تومان. 100 ریال مساوی است با 10 تومان. سکه 250 ریالی مساوی است با 25 تومان. 250 ریال مساوی است با 25 تومان. و سکه 500 ریالی مساوی است با 50 تومان. 500 ریال مساوی است با 50 تومان. اینها سکه ها بودند. العمله الورقیه یعنی اسکناس. این اسکناس 100 ریالی مساوی است با 10 تومان. این اسکناس 500 ریالی مساوی است با 50 تومان. و این اسکناس 1000 ریالی مساوی است با 1000 ریال مساوی است با 100 تومان. آفرین، 100 تومان. این عدد 100 است. 100 200 300 400
500 600 700 800 900 و 1000. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. 10,000 20,000 10,000 20,000 طيب این چه عددی است؟ 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 و این؟ 100,000. آفرین. از کجا فهمیدی؟ این یک راز است. راز؟ راز یعنی چی؟ راز یعنی سر. آفرین. خب این چه عددی است؟ كيف تعملوا هون؟ خب 1,000,000. این 10,000,000. این 100,000,000 و این 1,000,000,000. طيب تركنا من بحث الأعداد وخلينا نبلش بحث المصاري والفلوس. بله پول خیلی خوب است. طيب این چه اسکناسی است؟ این اسکناس 2,000 ریالی مساوی است با 200 تومان و این اسکناس 5,000 ریالی مساوی است با 500 تومان. آفرین. حروف ربط را به کار ببر. به کار ببر فعل امر است، یعنی استخدم. میدانم. آن اسکناس 10,000 ریالی است مساوی با 1,000 تومان و آن اسکناس 50,000 ریالی که مساوی با 5,000 تومان است. آفرین بر تو. نمره تو 20 است. خیلی ممنون هستم چون که معلم من تو هستی. خیلی ممنون. بس انت كتير مجد وحابب تتعلم اللغة، عشان هيك عم تتعلم بسرعة. على فكرة عبكرة حنروح على البنك. بكره حنروح على البنك وانت ما حتحكي شيء وانا بدي احكي كل شيء، صح؟ صحيح. عندي هيك سؤال محيرني من اول، ليش انت اما جيت طفيت اللمبات؟ لأنه كنت بدي بلش البرنامج بالتشويق السرقة. السرقة السرقة السرقة. سکه ها 1 ریال 2 ریال 5 ریال 10 ریال 20 ریال 50 ریال 250 ریال 500 ریال و اسکناس ها. اسکناس 100 ریالی، اسکناس 200 ریالی، اسکناس 500 ریالی، اسکناس 1,000 ریالی، اسکناس 2,000 ریالی، اسکناس 5,000 ریالی، اسکناس 10,000 ریالی، اسکناس 20,000 ریالی، اسکناس
50,000 ریالی. من پول خوب است. پول خیلی خوب است. من پول میخوام. سکه 1 ریالی، سکه 2 ریالی، سکه 5 ریالی، سکه 10 ریالی، سکه 250 ریالی، سکه 500 ریالی، اسکناس 100 ریالی، اسکناس 200 ریالی، اسکناس 500 ریالی، اسکناس 1000 ریالی، اسکناس 2000 ریالی، اسکناس 5000 ریالی، اسکناس 10,000 ریالی، اسکناس 20,000 ریالی، اسکناس 50,000 ریالی. واقعا كيف حلو الأديانة صح؟ مادر امروز چه هوای خوبی است. خیلی خیلی هوا خوبه. خب دست شما درد نکنه. صبحانه خیلی خوبه. نوش جان. خب بچه با عرض معذرت دیگه دیر شده ما باید بریم. به سلامت. پدر صبر کنید من هم با شما میایم. مادر دست شما هم درد نکنه. عجله نکن پسرم، آرومتر. داداش مواظب خودت باش. پدر جون شما هم همینطور. دست شما درد نکنه مادر. نوش جان. نه شما بنشینید. الان برنامه شبکه الکوثر شروع می شود. آموزش زبان برای شما مهمترین کار است. طيب يلا قوموا نحضر البرنامج. وين جبتوا هذا؟ مهم این است که تو فارسی یاد بگیرم. الحديث في هذا الدرس عن موضوع الصفات التي نستخدمها كحالة للإنسان. كما أن في العربية هناك كلمات دائما تستخدم لبيان الحالات الموجودة للإنسان. مثلا نقول حزين، فرحان، جوعان، متعب. هذه الكلمات نسميها صفات لبيان حالات الإنسان. فما هي هذه الكلمات في الفارسية؟ نذكر بعض منها ونحاول أن نستخدمها في جمل. مثلا كلمة شادمان أو شاداب بمعنى فرحان، بمعنى مسرور، صحيح؟ وكلمة حزين بالعربية ما يعادله بالفارسية، ما يعادلها بالفارسية كلمة غمجين. فغم بمعنى حزن في الفارسية، لكن جين كلمة زائدة تأتي بعد كلمة الأولى لتدل على هذه الصفة للإنسان. فهذه الصفات من حيث أنها تستخدم بشكل المضاد، فكلمة غمجين بمعنى الحزين مضادة لكلمة فرحان بالعربية، وفي الفارسية شاداب أو شادمان. كذلك كلمة خسته، خسته يعني متعب، ومضادها في الفارسية بمعنى سرحال، فعال، پرکار. هذه ما يعارضها أو يضادها بالفارسية. كذلك كلمة مريض كما في العربية في الفارسية نفس الأسلوب. ولا بد أن نشير أن هناك كلمات كثيرة كما تعلمون، كلمات كثيرة من العربية دخلت في الفارسية. أحيانا هذه الكلمات تستخدم بنفس المعنى وأحيانا تستخدم بمعنى آخر. فمثلا كلمة مريض كما في الفارسية بهذا المعنى، في العربية بمعنى الذي أصابه نوع من المرض. مثلا نقول سعيد مريض است. فكلمة مريض كذلك في الفارسية كلمة بيمار، بيمار يرادف كلمة بيمار ترادف كلمة مريض. سالم
سالم في الفارسية مأخوذة من العربية، لكن بمعنى أنه ليس به مرض ولا يوجد فيه مرض. فهذه يمكن أن نكون منها قائمة. كلمة آرام، آرام يعني هادئ، ومضاده غضبان، غضبان بمعنى من له غضب، من سبب لإثارة الغضب عنده. هذا من الصفات التي تستخدم للإنسان. كذلك كلمة تنبل، كلمة تنبل بمعنى كسول، الذي لا يجد في العمل، ومعادله كلمة بالعربية كسول، ومضاده كلمة فعال أو مجد في العربية، وفي الفارسية كذلك كلمة فعال بوركار، الذي يعمل كثيرا. فأولا النقطة الأولى أن هذه الصفات تستخدم بشكل المضاد، يعني كل كلمة كل صفة لحالات الإنسان لها معارضة. فسنضرب أمثلة لهذه الكلمات في استمرار هذا الدرس. حان موعد استخدام هذه الصفات التي ذكرنا أنها تستخدم لبيان حالات الإنسان، فنطلب من أخينا فادي أن يذكر لنا جملة باستخدام كلمة خسته. وكما تعلمون أن كلمة خسته في الفارسية بمعنى متعب. اذكر لنا جملة فادي. او خسته است. نعم صحيح، او خسته است. ماذا تقصد؟ من هو الذي أشرت إليه؟ أحد الأصدقاء، لا بس. وننتقل إلى أختنا فادية. أختنا فادية، هل يمكن أن تذكري لنا جملة مع كلمة غمگين؟ من غمگین است. مع الأسف جملة خاطئة. من غمگین است، لا، من غمگین هستم. من غمگین هستم يعني أنا حزين. فهذه الجملة بحاجة إلى تصحيح. نعم، فنعرف كما تلاحظون بالمثال على اللوحة أن هناك أسلوبان لاستخدام هذه الصفات. الأسلوب الأول أن نأتي بكلمة ونسند الصفة التي نريدها إلى الكلمة الأولى. مثلا نقول من غمگین هستم، فنلاحظ أن الكلمة الثانية وهي كلمة صفة نسندها إلى كلمة التي نقول أنها ضمير من. آنها بیمار هستند، آنها بیمار هستند، هؤلاء هم مرضى، فنقول كلمة مريض أو بیمار بالفارسية نسندها إلى كلمة آنها. هذا هو الأسلوب الأول. لكن الأسلوب الثاني أن نستخدم من هذه الكلمات أفعالا. مثلا نقول بیمار شدن، مریض شدن يعني الإصابة بالمرض، أو نقول غمگین شدن، أصابه الحزن، أثاره القلق. فنلاحظ أن الأسلوب الثاني نستخدم بشكل الفعل. بیمار شدن، غمگین شدن، خسته شدن، هذه كلها مع فعل شدن بمعنى الصيرورة. صار حزينا، غمگین شد. أصبح متعبا، هو يعني أصبح متعبا يعني خسته شد. فأحيانا نستخدم بشكل آخر، والشكل الثاني أنه نذكر السبب الذي يسبب هذا الأثر في الإنسان. لاحظوا مثلا نقول نطلب الآن من سامر أن يترجم لنا هذه الجملة. هو أتعبني، هو أتعبني. ما ترجمة هذه الجملة سامر؟ او مرا خسته کرد. نعم، او مرا خسته کرد. فإذا كنا نريد أن نشير إلى السبب الذي أثار هذا الأثر، مثلا إصابة بالتعب، إصابة بالمرض، إثارة القلق، فنستخدم من كلمة كرد بمعنى سببه. فمثلا نذكر هناك بعض الأمثال بالعربية ونرجو أن تترجموها فيما بعد من الواجبات البيتية. او مرا، أو بالعربية نقول هو أحزنني، او مرا غمگین کرد. اتعبني، مرا خسته کرد. افرحني، مرا شادمان کرد. فنلاحظ أن الأسلوب الأول استخدام الصفة والإسناد إلى كلمة أخرى، والأسلوب الثاني بشكل الفعل، إما بكلمة شدن وإما بكلمة کردن. وشكرا لكم. الطقس؟ والله كتير حلو الطقس اليوم. لحظة أنا مرة حلو. ما به بانک می رویم تا
فرم پر کنیم یعنی نعبی الطلب. آها فرم پر کنیم، پرداخت کنیم یعنی ندفع. پرداخت کنیم، دریافت کنیم یعنی نحصل على. دریافت کنیم. تنننیم. ما أنا بقول لك يون مع اللحن عشان تتعلم أحسن. واریز کنیم یعنی ندع في الحساب. واریز کنیم، چک صادر کنیم یعنی نصدر شک. چک صادر کنیم و ندفع فواتير الكهرباء والمي والغاز. آفرین. و قبضهای آب، برق، تلفن و گاز را بپردازیم. و قبضهای آب، برق، تلفن و گاز را بپردازیم. و برای محسن حساب آبربانک باز کنیم. و پولهای لبنانی من را به پولهای ایرانی تبدیل کنیم. آفرین. یلا. طلع. آنجا بیمارستان. آنجا بیمارستان است یعنی مستشفى. هيا. اینجا فروشگاه پوشاک. اینجا فروشگاه پوشاک است یعنی محل بیع الثياب. هيا. اینجا کفش فروشی. اینجا کفش فروشی است یعنی محل بیع الأحذية. آنجا داروخانه. آنجا داروخانه است. داروخانه یعنی صیدلیه. درسته. شوف پلیس راهنمایی و رانندگی یعنی شرط السير. شوف آنجا شیرینی فروشی است یعنی محل حلویات. بله شیرینی فروشی یا قنادی. ها قنادی صح. يلا. شوف هذا. این تاکسی است یعنی سیارة الأجرة. بله تاکسی. واللي بسوقها راننده تاکسی یعنی سائق الأجرة. بله راننده تاکسی. اینها اتوبوس هستند. اینها اتوبوس هستند یعنی حافلات. بله اتوبوس. واللي بسوقهم راننده اتوبوس. راننده اتوبوس. بله. يلا. خب اینجا دکه روزنامه فروشی است یعنی محل بیع الجرايد. آفرین. دکه روزنامه فروشی. شو صار لك اليوم؟ ما بعرف شو القصة. لك شو رأيك نقعد نرتاح شوي؟ يلا. يلا. طيب شو رايك نراجع كل هول اللي قلت لك اياهم؟ فكرة حلوة. يلا. اول شيء بیمارستان يعني مستشفى. بیمارستان. داروخانه يعني صيدلية. داروخانه. شیرینی فروشی یا قنادی بله يعني الحلويات محل الحلويات. شو بعد كان في بوليس. پلیس راهنمایی و رانندگی. لامنلو باي. شو بعد في كفش فروشي يعني بقى على الأحذية محل بيع الأحذية. کفش فروشی. دكية روزنامة فروشي يعني محل بيع الجرائد. بله. تاكسي. اتوبوس. راننده تاکسی. راننده اتوبوس.
شو رأيك؟ تعلمت منيح؟ آفرین. اینها رو از کتاب مصور فرهنگ لغات فارسی یاد گرفتی؟ تو از کجا فهمیدی؟ این مهم نیست. مهم اینه که من فارسی یاد بگیرم. هاو ده هنده کنه. هنده کلیتون. طب نروح؟